السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكل مشاهدين ومتابعين قناة الكورة مع صبري. طبعا نقول النهاردة ألف مبروك لفريق الزمالك وجماهير نادي الزمالك والجهاز الفني بنادي الزمالك ومجلس إدارة نادي الزمالك، ونعتبر إن دي يعني بداية الاستفاقة النهاردة بالفوز على سموحة. الأداء وحش، أيوة الأداء وحش. يعني هو الزمالك فاق في الشوط الأولاني بعد إهدار ركلة الجزاء، وطبعا الثلاث أهداف جم ورا بعض. ف فريق سموحة طبعا يعني فريق مش قليل، فريق يحترم، ولكن الأداء في الشوط الثاني اختلف. سموحة ماسك الكرة اكتر، استحواذ اكتر، هجمات اكتر، الضربات الركنية اكتر. طبعا الزمالك تراجع في الشوط الثاني. ليه؟ انا مش عارف برضو. يعني انت فايز 3 في الشوط الاولاني، فعندك يعني نشوة، وعندك استفاقة وثقة، وطبعا كل حاجة. فليه ان انت تسيب الكرة للفريق الثاني؟ اضغط، هات الرابع، هات الخامس، يعني دخل نفسك في الجيم اكتر واكتر. الفوز النهارده هيدي لك دافع في المباريات اللي جايه. ولكن نقول يعني خلاص المباراه عدت بحلوها ومرها، واهم حاجه ان الزمالك اخذ ال3 نقاط، وطبعا في المركز الرابع دلوقتي في ترتيب الجدول مؤقتا الى ان يفوز المقاولون العرب في المباراه القادمه. هيكون الزمالك في الخامس ان شاء الله. نتمنى تعثر المقاولون وفيوتشر وبيراميدز بحيث ان الزمالك يعني يشد شويه. طبعا بنشيد باللعيبه النهارده يعني في الشوط الاولاني ان هم حسسونا ان يعني عايزين يرجعوا بدعم الجمهور. انا ما كنتش متخيل ان النهارده الجمهور يروح، اقسم بالله. انا واحد من الناس قلت الجمهور مش هيروح النهارده بعد اللي حصل المباراه اللي فاتت امام شباب بالوزداد. قلت لا، كده كده كتير. يعني انتوا خدتوا دعم بما فيه الكفايه. احنا هنفضل ندعم طول الموسم وانتوا تخسروا وتتعادلوا؟ ايه القصه؟ لازم انت اللي يعني تنشط نفسك، مش تستنى الجمهور نشاطك. انت يكون عندك دافع الفوز، الدفاع عن التيشيرت اللي انت لابسه، الدفاع عن اكل عيشك. فنتمنى يكون النهارده يعني بدايه يعني بدايه المشي على الطريق الصحيح، ويكون كل المباريات اللي جايه، ويكون دي دافع في المباراه اللي جايه المريخ يوم الجمعه ان شاء الله، علشان خاطر يعني تبقى انت دي اول 3 نقاط في المجموعات في دوري الابطال لان المجموعه صعبه. انت ما بتتكلم في ترجي، شباب الوزداد، المريخ، المجموعه مش سهله. فمش عايزين بقى ندخل في الحسابات اللي هي المقرفه بتاعت كل سنه دي، ونفس اللي حصل السنه اللي فاتت هو السيناريو. نتمنى من اللعيبه الاستفاقه، وطبعا الشكر، كل الشكر للاعب الكبير الموهوب المخضرم شيكابالا. هو كلمه السر في المباراه النهارده. الاسيست الاولاني اللي ضاع منه ضربه الجزاء، والاسيست اللي جا منه الهدف الثالث. فشيكابالا وجوده في الملعب فعلا يعني اضافه قويه للفريق برغم كبر سنه، ولكن اضافه قويه. ما ينفعش يكون الفريق كله معتمد على زيزو. ما ينفعش يكون عندنا زيزو بس. احنا عايزين الفريق كله زيزو. الفريق كله يكون زيزو، مش زيزو واحد بس. ويا ريت الجزيري بس يفوق ويرجع شويه كده لحد ما مشكله القيد تتحل، ونشوف ناصر منسي في الهجوم. كل الدعم وكل التوفيق لنادي الزمالك في المباريات القادمه، ويا رب يكون الماتشات اللي جايه كلها انتصارات، ونرجع نشوف نادي الزمالك تاني على منصات التتويج باذن الله. دمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.